السلام الحاجات. اليوم جبت لكم احسن كيك من بين احسن لي كيك اللي قدمت لكم في القناه ديالي. وهذا الكيك ديال البنان تيجي خطير. بنين، رطب رطب لواحد الدرجه ما تتخيليش. ما عليك غير تبع الوصفه من الاول حتى الاخر بلي ديتاي ديالها. ودائما حصريا على القناه ديالي الغوسيت ديالي انا اللي اجتهدت فيها باش خرجتها لك انتي، باش ديريها لوليداتك. ما تنسينيش من جيم وبارطاج وكومونتير ديالك، كتشجعي ليا باش نستمر في العمل ديالي. تنحماق عليكم وندوزو للطريقه ديال تحضير هذا الكيك اللي هو رائع. وانا كنوعدك غادي يولي معتمد عندك من بين الوصفات الخطيره الا قلت لك خطيره عرفيها، راه فريمون يستحق التجربه. مكونات رخاص ماشي شي حاجه غاليه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الكيك، غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق، 120 غرام ديال الزبده، غادي نحتاجو كاس ديال السكر، هاد القهوي الكاسوناد، وغادي نحتاجو 5 ديال البنانات يكونوا طيبين بزاف، وجوج بيضات. غادي نحتاجو معلقه ديال البيكربونات، شويه ديال الملحه، وخماره وحده حمراء. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الكيك. غادي نحتاجو لي بيبيت ديال الشوكولا، وغادي نحتاجو شويه ديال الكركاع على حساب الموجود عندكم. الكميه زعما ماشي مهمه. بالنسبه للمول اللي غادي نخدمو فيه هذا الكيك هو هذا. غنقول لكم شحال. ما بزاف كيسولوني على القياس ديال المول. المول فيه يا لاله، المول فيه 30 سنتيم 30 سنتيم، والعرض تقريبا 12 30 على 12. كنتمنى تكوني فهمتي ويكون الفيديو باين لك. ونبداو على بركه الله. غادي نحتاجو واحد البول بحال هذا، وغادي نبداو بالزبده. غادي نديرو الزبده خصها تكون بحراره المطبخ، وغادي نديرو السكر، غادي نضيفو الملحه، وغادي نطربوهم. غادي نضيفو البيض، نضيفو بيضه. غادي نخلو الخليط ديالنا جانبا، وغادي نقو هاد البنانات. غادي نحيدو هاد الكحوليه، وغادي نمعصوهم مزيان. داكشي علاش قلت لكم يكونوا طيبين باش ما يعذبوناش.
هنا غادي نجيبو الخليط ديالنا الاول وغادي نضيفو عليه هاد البنان اللي معصنا مزيان، وغادي نضيفو عليه هاد 2 كيسان ديال الدقيق، غادي نضيفو عليه المعلقه ديال البيكربونات، وغادي نضيفو الخماره ديالنا، وغادي نخلطوا هاد المكونات كلهم. واخا تيبان لكم ثقيل بحال هكا غير ديروه، ما تخافوا والو، في الاخر نتوما تشوفوا النتيجه بعينيكم. غادي نجيبوا المول اللي دهناه بالزبده من قبل والدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط ديالنا. غادي نديرو الكركاع من الفوق، ونديرو شويه ديال لي بيبيت. صافي الفران خصو يكون سخون من قبل 180 درجه، نديرو يطيب من التحت وهاد نطيبوه من هاد نديرو يتحمر من الفوق. المهم هو داكشي يا سلام كيف كنقول لكم ديما. من بعد ما خرجنا من الفران تبان لكم في الكاميرا شويه كحله، ولكن راه ما محروقاش، راه غير الاضاءه اللي ما معاوناش. غادي نديرو عليها شويه ديال السكر، ما راه ما محروقه ليا ما والو. المهم الوصفه راه ناجحه 100% كيف كيبان لكم في الصوره، هذا هو المهم. ايوا صافي هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. كتجي مفشفشه هانتوما شوفوا داكشي يا سلام، داكشي زازلوز. المهم انا غادي نقطعها باش تشوفوا كيفاش غادي تجي. نقطعها هاكي كتجي من الوسط، هادشي راه رطبه داكشي يا سلام. بنه لا تقاوم، بسم الله. رطبه هشيشه ما حلواش نهائيا، عرفتي زعما داكشي يا سلام.
جربوها وردوا عليا الخبر.